إذا ما قالني ربي أمست ييك تعصيني. مسلسل سفاح الجيزة واحد من أهم المسلسلات اللي عاملة ضجة في مصر دلوقتي، أو يعني يعتبر مسلسل ترند، لأن المسلسل يعتبر متاخد من قصة حقيقية. فهل فعلا المسلسل كله بيمثل الواقع ولا لا؟ وده اللي هيرد عليه المؤلف بتاع المسلسل. أنا جبت كل المواد اللي موجودة وكونت الفكرة العامة عن الشخصيات الحقيقية، وبعدين كل ده اتنحى جانبا وبدأت مرحلة صناعة العمل الدرامي اللي هو مستند على أحداث حقيقية، لكن هو ما بيحكيش قصة شخص بعينه، ما بيدينش شخص بعينه، ما بيتهمش حد بحاجة، ما بيبرأش حد من حاجة. بعد ما عرفنا دلوقتي ان المسلسل ده مش كله واقعي، فهل مسلسل سفاح الجيزة كعمل درامي عمل حلو ولا لا؟ خلينا نشوف. مسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي وراكين سعد، وكمان معاهم ممثلين شباب زي داليا شوقي مثلا وجيهان الشماشرجي تقريبا، اسمها الشماشرجي، وصلاح عبد الله وباسم سمرة. فالعمل يعتبر في مجموعة شباب جداد، وده اللي بتعمله معظم المنصات، ان هم يحاولوا يطلعوا شباب جديد سواء في واتشت او شاهد. وكمان العمل ده من اخراج هادي الباجوري اللي بالنسبة لي واحد من اهم ابطال العمل، لانه عرف يوصل بالكادرات بتاعته طبيعة السفاح ده عاملة ازاي من غير حتى ما الممثل يتكلم. وده مش شطاره من الممثل قوي قد ما هو من الممثل وكمان من المخرج اللي معاه. بالنسبه لاحمد فهمي، هو من اهم مميزات المسلسل ده. احمد فهمي الكوميديان بيغير جلده، واحمد فهمي في الادوار دي تحس ان هو كده بيبدع فيها، زي دوره في فيلم العارف مثلا. فاحمد فهمي بالنسبه لي سبب ان لم يكن من اهم اسباب النجاح في المسلسل ده لحد دلوقتي طبعا، وده بغض النظر عن شويه حاجات كده كان بيعملها في المسلسل. يعني مثلا اول ما يجي يعمل جريمه او يتكلم مع حد عايز يخوف حد يروح ساكت. خلاص يا عم ده انت سفاح جدا. يعني الضحكه دي بالنسبه لي ملهاش مبرر ولا في الواقع ولا حتى في العمل الدرامي. ممكن الضحكه دي ناس كتير تحبها، اللي هو احنا بنبرر البرود اللي كان بيعمله، او هو سفاح فلازم يبقى رياكشناته كده. لا بس مش كل مشهد يروح خلاص يا انت سفاح جدا يا احمد فهمي. بس احمد فهمي بالنسبه للعمل ده هو بيمثل حلو جدا، وده بغض النظر عن الضحكه اللي هي مش عجباني انا شخصيا، بس عموما او اوفرول احمد فهمي حلو جدا لحد دلوقتي. وبالنسبه لباسم سمره ودور الضابط اللي هو عامله، بالنسبه لي باسم سمره بيمثل دور الضابط الحقيقي، مش زي الاعمال اللي احنا بنعملها زي كلبش مثلا، الضابط اللي هو اجدع واحد في الكون والكلام ده، او الضابط الكيوت اللي حاطط الايربودز في جنبه وبتاع. مفيش الكلام ده في الواقع. بالنسبه لي باسم سمره ضابط واقعي جدا. عشان اخواتنا العرب بيقول لك هم الضباط لا، الضباط في مصر بيمثلهم باسم سمره، سواء في افعاله، سواء في تصرفاته، سواء حتى بنظرات عينيه، بالمشاكل اللي في بيته. كل واحد عنده مشاكل، سواء ضابط دكتور. فبالنسبه لي الخط بتاع باسم سمره كان حلو جدا، حتى الاجواء اللي بيمثل فيها باسم سمره. يعني مثلا في الاسم انت ما بتشوفش امين الشرطه لابس اللبس اللي احنا بنشوفه التقليدي من 100 سنه، لا العساكر لابسه اللبس الجديد بتاعها، اللبس بتاع قوات الامن. في تفاصيل صغيره كده بتبين ازاي العمل ده متعوب عليه، او التفاصيل الصغيره كله مهتم بيه. الخط بتاع باسم سمره عموما واحد من اهم الخطوط في المسلسل، ومشكلته هو وابنه والمعضله بينهم، واظن ده اصلا ما كانش موجود في القصه الحقيقيه، بس المؤلف حب يورينا خط الضابط وعلاقته بابنه، ويحط لنا المعضله دي قدام عينينا، وازاي العلاقه بين الاب وابنه، الاب الضابط يعني، ووالدته مش موجوده ممكن تتطور لحد بعد كده، وايه العواقب اللي ممكن تحصل. اي واحده هتشتغل هتاخد حقها وزياده. انت على نياتك يا واد، ربنا يكرم اصلا. خيرك يا بيه. عايز بقى اتكلم عن المسلسل بشكل عام شويه. المسلسل طول ما هو شغال انت قاعد قلقان ومتحمس وعايز تعرف ايه اللي ممكن يحصل. وتيجي هنا عبقريه المخرج ازاي يبدع في حاجه انت اصلا عارف نهايتها، وعارف ايه اللي حصل للسفاح الحقيقي اللي هو القذافي اللي فيديوهاته على يوتيوب لو حد حب يشوفها. والحماس والقلق ده لقصه انت عارف نهايتها، ده يعود لثلاث عوامل. اول حاجه الاخراج اللي فعلا كان حلو جدا، واداء الممثلين سواء احمد فهمي، سواء صلاح عبد الله، سواء راكين سعد، سواء داليا شوقي اللي بالنسبه لي مفاجاه في المسلسل. حتى الادوار الكبيره، احمد فهمي الدور عامله ازاي، حتى دورها في الفلاش باك، كل ده هيأثر ازاي على احمد فهمي او السفاح يعني بشكل عام. حتى التفاصيل الصغيره في الفيلم مش متكروته، مخلي برضو الحماس زايد معاه. ان مثلا ازاي صلاح عبد الله يروح لاحمد فهمي عشان يمسح له صور من على اللابتوب بتاعه، فيخليه بالسكينه يقطع له تفاحه اللي هيخليه يتقبض عليه بسببها في قتل مراته. فكل التفاصيل الصغيره دي ممكن ما تاخدش بالك منها، بس عموما التفاصيل دي بتفرق في جوده العمل ككل. تفصيله صغيره من هنا وتفصيله صغيره من هنا، ده يقول لك ان ده فعلا عمل محكم. وكل ده في اول 4 حلقات بس. يعني بالنسبه لي اول 4 حلقات كانوا حلوين جدا في حوار التفاصيل الصغيره، في حوار ان احمد فهمي وتمثيله او تمثيل الممثلين عموما
كل ده فارق في جوده العمل ذات نفسه. بقول لك ضربتني على وشي بالقلم. بتاعتي دي وجعاني بس انا مرتاحه. انا مش عبيط عشان تاكل علي بكلمتين. اللي بيحب مسلسلات او افلام السفاحين او السيريال كيلر عارف ان هما بياكلوا مثلا جثثهم او اللحم اللي بيتبقى من الجثث دي، بس في المسلسل ده ما عملش. واظن كمان السفاح الاصلي عمره ما كان الجثث بتاعته، بس ده المؤلف حب يقول لك انه ازاي كان شره، مش شرط ياكل جثثه بس هو كان شره في الاكل. حتى مرات القذافي ذات نفسه اللي هو السفاح الحقيقي قالت كده في انترفيو في المقابلات يعني اللي كانت بتتعامل معاها بعد الحادثه دي ان جوزها كان شره جدا. كانت بتقول انا مش فاهمه ازاي كان رفيع كده وبياكل بشراهه كبيره جدا. فصناع العمل ان هم يركزوا في تفصيله زي دي فده حلو جدا منهم ان هم مركزين على عمل ككل. عايز اتكلم عن الموسيقى التصويريه والاغاني اللي في الفيلم، سواء تتر النهايه او تتر البدايه او حتى النغمه بتاعه التليفون، وكمان الموال اللي شغال طول المسلسل اللي هو من بدريه السيد طبعا اللي حابب يشوف على اليوتيوب، مع ان المؤلف كان عايز شفيقه اللي تغني المواويل دي، بس اختيار بدريه السيد كان فعلا في محله. انا جيت لقيتني سايحه في دمها. انت قلت لي اسمك ايه؟ فاتيه فين يا جاف؟ يوسف حمدي يا حاج. وكمان من الحاجات الغريبه النغمه بتاعت موبايل السفاح اللي هي دعاء معين، والمخرج في الموقف ده عايز يقول لك ازاي هو كان مبين للناس ان هو تقي وبتاع ربنا، وده لا يمت اي حاجه للدين، هو بس بيرسم نفسه انه بتاع دين وهو في الحقيقه سفاح. وعلى فكره في القصه الاصليه كل اللي حوالين السفاح كانوا بيقولوا ان هو بتاع ربنا وبيعمل خير ومعرفش ايه، فصناع العمل ترجموا كل الكلام ده بنغمه موبايل، واللي احنا كلنا فهمناها انه كان بتاع ربنا وكان مش عارف ايه، بس ده اللي كان بيعمله قدام الناس بس. المسلسل بتاعنا ماشي بكذا فلاش باك وكذا ريتم وكذا شخصيه، يعني مثلا هو لسه طفل واللي شاف جريمه القتل اللي امه عملتها، وكمان جابر اللي متجوز وفاهم مراته انه مسافر، والسفر ده بيكون شخصيه يوسف اللي في اسكندريه اللي هو اصلا قتل الشخصيه دي في الحقيقه اللي منتحل شخصيته، وده اصلا كان صاحبه وواحد من ضحاياه. وكمان شخصيه محي اللي مستنيين نعرف اخرتها ايه في المسلسل ده. مسلسل سفاح الجيزه مسلسل حلو وحماسي لحد دلوقتي، وطبعا المسلسل بلس 18 بسبب الدمويه اللي فيه، يعني لو انت اقل من 18 سنه ما تدخلش تشوف المسلسل بتقول عايز اشوفه وبتاع، لا المسلسل فعلا دموي. لحد دلوقتي نزل 4 حلقات من المسلسل، انا ما اعرفش ممكن يعملوا ايه الفتره الجايه وممكن الاحداث تودينا لحد فين. يعني مثلا الشخصيه الاصليه حوالي قتلت 4 ضحايا بس، لحد دلوقتي احمد فهمي قاتل 6 ولا 7، فانا مش عارف الاحداث ممكن تاخدنا لفين، والاحداث ممكن تكون قريبه من القصه الاصليه بنسبه كام في الميه، بس لحد دلوقتي 4 حلقات حلوين جدا. لو انت متابع المسلسل معانا قول لي رايك في الكومنتات، وقول لي مستني ايه من الحلقات الجايه، واحمد فهمي ناوي على ايه، وهل هيكملوا القصه الحقيقيه ولا خلي المؤلف كده هيخليه يحكي قصه ثانيه خالص وبس. وان شاء الله لما المسلسل يخلص هنعمل مراجعه عنه هنا في القناه، فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش اي جديد. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام، مش عارف بقول تويتر ولا اكس، على فيسبوك واكس وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وسلام.